السلام عليكم عائلتي الصغيرة، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم مع فيديو جديد. كنرحب بالناس اللي كيدخلوا عندي جداد، كنقول لكم مرحبا بكم. ما تنساونيش من لايك، الله يجازيكم بخير. وكنرحب بالناس القدام حتى هما، كنقول لكم مرحبا بكم لدار داركم. وما تنساونيش من لايك، واللي ما مشتركش اشترك، الله يجازيكم بخير فضلا وليس امرا. المهم اليوم غنشارك معكم كيفاش دوزت الاسبوع ديالي والجدول ديال الاسبوع. انا كنديرو يعني من الاول ديال النهار لحد انا كنبلاني شنو غادي ندير السيمانه كامله. هنايا عندي دجاج، المهم عندي الفخذ، جوج فخيطات ديال الدجاج. درت ليهم شويه البزار، شويه السكنجبير، شويه الخرقوم، وشويه العطريه ديال الدجاج. المهم العطريه اللي كناخذوا عند العطار ديال الدجاج، والثومه والبصله، بحال المرقه اللي كنديرو ديال الدجاج. غير هنا كنزيد ليها واحد العويد ديال القرفه، كنزيد ليها واحد ورقه ديال الموسى، وما كنديروش فيها الحامض. المهم انا ما كنديرش فيها الحامض. صافي درت اللحم تقلى، ودرت ليه البصله، درت ليه الزيت عادي والملحه. هنايا درت الرز ودرت فيه الزبيب. ما عرفتش صراحه فين هذاك اللقطه، فاش يلاه درت الزبيب فاش يلاه درت الرز ما عرفت فين هي. كنت درت 2 كيسان ديال الرز ديال العنبه ونص، 2 كيسان ونص. انا ضروري كنعبر داكشي اللي كندير باش ما كتشاش ليا الماكله كطيح. درت اللي ملي طاب ليا الرز نص طيبه، درت ليه المعلقه ديال الزبده، درت ليه الزبيب، وكنزيد عليه المرقه ديال الدجاج. المهم ما كنديرش الماء الكافي اللي غيطيب فيه الرز، كيبقى ليه نص ديال الطيبه، كنزيد ليه المرقه باش كيطيب فيها. صافي كنخلي هاد المرقه حتى كتنشف، يعني كتبقى لي غير البصله. كنحيد اللحم، كنحيد ليه العظومه. الدجاج ما الرز ما غاديش يحتاج لينا من المرقه، مازال حيت طاب في المرقه ديال الدجاج. يعني غادي غير نديرو البصله وغادي نديرو اللحم، وكل واحد والطريقه ديالو. المهم انا كنحط ها هو الرز كما قلت لكم، راه فيه المرقه، ما تحتاجيش مازال ديري ليه المرقه. هاد الطريقه كيجي بها زوينه وتا البنات كيعجبهم بحال هكا. كندير في الوسط منه كندير فيه البصله وهذيك، حيت البصله كنرد الدجاج كنردو البصله وهذاك اللحم، ملي كنديرو في الوسط كما كيبان لكم هنايا. المهم كما قلت لكم كل واحد والطريقه ديالو. الصراحه انا كنموت على هذا الرز، كيعجبني هذا الرز بالدجاج، كيعجبني احسن من هذاك اللي فيه مايونيز. المهم انا هذا كيعجبني، وحتى البنات كيعجبهم. وانا ما كنديرش بزاف المرقه. المهم كندير داكشي اللي كيعجبهم، كل واحد كيمشي بداكشي اللي كيعجب وليداتو، ولا كيعجب اللي كياكلوا، اللي كيستهلكوا بزاف. يعني الحاجه اللي كتكال بزاف في الدار هو اللي كيمشي بها. صافي هنا حطيت الرز عاوتاني، زوقته بشويه ديال الكاوكاو وشويه القرفه والسكر كلاصي. المهم تزيين كيبقى على حسب الذوق. تقولوا لي لا ما كيدارش، انا المهم انا كندير فيه السكر انا كندير فيه السكر واخا تكون فيه المرقه كيجي زوين. المرقه الملح، زعما السكر مع الملحه كيجيو زوينين. انا بعدا كيعجبوني. كاين ما كيعجبوش الملحه، كيقول لك لا الملحه والسكر ما كيجيوش زوينين، المرقه مالحه والسكر. ولكن انا الصراحه زوين. هذا هو الغدا ديال نهار اثنين. نهار ثلاث ما درتش القطنيات، حيت درت غير الطاجين. حيت درت الرز، الرز راه نتوما عارفين يعني الدوا ديال المصران. درنا العدس نهار السبت، داكشي علاش ما درتهاش نهار الثلاث. هنايا درت الطاجين بالخضراء، صراحه جا زوين. ماشي انا اللي درتو بنتي هي اللي دارتو، انا غير صورت لكم وصافي. انا غير كنوريكم كيفاش كنمشي الاسبوع ديالي. هذا الطاجين ديال نهار الثلاث بالخضراء واللحم. كنت مولفه نهار الثلاث كندير القطاني، اليوم ما درتهمش. ونهار الاربع كما قلت لكم انا راه كندير الحوت نهار الاربع ضروري الحوت. المهم هنا جبت واحد الحوته كبيره، وغادي نطيبها في الفران. ديك النهار درت الطاجين ديال الحوت، واليوم غادي ندير غادي ندير الحوت في الطاوه. كل واحد كما قلت لكم كل واحد كيمشي المهم غير ما تبقايش كل نهار تقولي اليوم شنو غادي ندير الغدا. انا من نهار كما قلت لكم انا من نهار الحد يعني باين شنو غادي ندير. يعني باينه الاسبوع ديالي شنو غنطيب فيه. ما كنبقاش نجلس ايوا اليوم واش نجيب الحوت، ايوا اليوم شنو غادي نطيب لكم الغداء، ايوا هادي ايوا هادي. لا، هكا يعني كتسهلي عليك المأموريه، كتعرفي شنو غادي ديري.
أنا عارفة دابا نهار التلات كيما قلت لكم راه كندير القطنيات ملي ما درتش الطاجين نهار الحد درتو نهار التلات، ونهار الخميس ضروري كندير غير شي ماكلة خفيفة يعني شي وجبة خفيفة شي وجبة عصرية. نهار الأربعاء الحوت ونهار الخميس كندير شي يعني شي ماكلة كتكون غير خفيفة. صافي هنايا درت العطرية ديال الحوت كاملة ودرت فيها واحد لاصوص ديال المطيشة و المهم العطرية ديال الحوت راه كلشي كيعرفها الربيع والثومة والعطرية كاملة وشوية ديال المطيشة، وغادي نشرمل فيها غنشرمل فيها الحوتة ديالي، كل واحد كيفاش كيدير طريقتو، الطريقة ديالو باش كيطيب الحوت. أنا غادي ندير معاه الخضرة، هنايا عندي خيزو والبطاطا كنسلقهم واحد نص سلقة وعادا كنديرهم في الحوت، المهم كما كتعرفوا الحوت راه كيجي ساهل باش يطيب، داكشي علاش الخضرة كنطيبها عادا كنديرها في الطاوة، كنطيبها بشوية الملحة عادية وعادا كندخلها للفران، حتى هاد الحوت صراحة كيجي زوين الطاوة في الفران. وكل نهار يعني ما غاديش نبقاو كل سيمانة غادي نديرو نفس الطريقة نفس الطريقة دايما غادي نبقى نديروها ديال الحوت، يعني مرة نقليوه مرة نديروه في الفران مرة نديروه في الطاجين مرة. المهم هنايا درت الطاوة درت فيها شوية ديال الزيت، ستفت فيها الخضرة يعني ستفت فيها الخضرة ديالي كاملة وغادي نحط فوق منها الحوت. وكاين اللي ما كيبغيش خيزو كيقول لك زعما ما كيديرش خيزو في الحوت، انا كما قلت لكم ضروري الخضره كيبغيوها الوليدات ضروري كديروا الحوت كديروا فيه الخضره. صافي هذيك المرقه ولا هذيك لاصوص اللي شرمت فيها الحوت غادي نخويها هنايا فوق هاد الحوت كامل يعني فوق هاد الخضره غنخويها كامله فوق هاد الخضره هادي. وهنايا غادي ندير الشعريه الصينيه اللي غادي نعمر بها الحوته ديالي، عندي الزيتون وعندي العطريه كامله شويه ديال الهريسه باش كتجي حاره. الا بغيتو تعمروها بالروز عمروها بالروز، انا غير المهم انا كانت عندي هاد الشعريه عمرت بها ومن الداخل الا بغيتو تخليوها خليوها يعني بغيتو تخليوها خاويه كتخليوها خاويه. انا الصراحه كتعجبني الحوته معمره في الفران. والشعريه كما قلت لكم الشعريه الصينيه يعني كديروا لها نفس القامه اللي درتو للحوت كديروها في العطريه، غير كتزيدوا غير الحار وكتزيدوا الزيتون، يعني كتزيدوا الزيتون مقطع وكتزيدوا الحار ضروري كتعصروا عليها الحامض. صافي غادي نعمر الحوته ديالي عاديه وغادي نحطها في الفران كما قلت لكم. انا ما كنوحلش يعني ما كنوحلش شنو غادي نطيب الغداء كنطيب سيمانه باينه شنو غادي نطيب فيها الدجاج اللحم الحوت وهنا قطعت الفلفله درتها وغادي ندير الفلفله الحاره. انا كنموت على الفلفله الحاره، حاجه اللي كتكون حاره كتكون بنينه. غندير جوج يعني حيت بعض المرات كتلقايهم ما حارينش كتلقاي كديرهم ما كيكونوش كاع حارين، صافي كندير شويه ديال الزيت، درت الزيت من التحت وعاوتاني كنزيد شويه ديال الزيت من الفوق كنغطيها وكندخلها للفران. ها هي الحوته ديالي ملي خرجتها من الفران كيفاش جات الصراحه كتشهي. كنت غطيتها ببابي الومنيوم ديال الزيت هذيك بابي الومنيوم تجمعات مع الجلده. شوفوا كيفاش جا هاد الحوت راه كيجي بنين، ما عرفت شنو سميتو الصراحه نسيت على سميتو فكان قالها ليا ولكن نسيت على السميه ديالو. المهم راه الحوت دغيا كيطيب، شوفوا كيفاش كيبان فتي وكيحمى. غطان واحد غطان في الفران عندي هنايا جوج دنجالات قطعتهم مربعات صغار ودرت ليهم العطريه، درت ليهم شويه ديال الزعتر وشويه الملحه وشويه البزار وسكنجبير. وعندي هنايا البطاطا والقرعه، المهم هاد البطاطا والقرعه حتى هما قطعتهم نفس الطريقه درت لهم نفس العطريه مبيناش كاع. هاد الطريقه هذه كياكلوا بها هاد الدنجال ما كياكلوهش ليا، ولكن بهاد الطريقه كيتكال يعني الدنجال والقرعه الخضراء ما كيبغيوش، الا كان باش شي حاجه كيبقاو يحيدوه صافي كندير ليها الطريقه هذه ما كيبانش وكياكلوه. صافي دهنتهم بالزيت ودرت لهم العطريه والملحه غادي ندخلهم الفران باش يطيبوا
ممكن ديرو حتى خيزو، ولكن خيزو حيت مع اللون ديالو كيكون حمر كيبان كيبان داكشي علاش ما درتوش، يعني ما كاينلاش بقاو عاوتاني بقاو يحيدوا في غير هاد الجوج صغارات غير ريم وصافي، أما الكبارات راه كياكلوا كلشي. عندي هنايا الصدر ديال الدجاج درتو درت ليه العطرية كاملة ديال الدجاج، وغندير ليه شوية ديال الحار، شوية ديال الهريسة، العطرية كاملة اللي كنديرو في الدجاج، ودرت ليه حتى شوية ديال الزعتر وشوية ديال هاد الدجاج، درت ليه شوية ديال الزعتر ودرت ليه شوية ديال اليازير. كيجي زوين مع اليازير والزعتر. المهم كتجي زعما هاد التتبيلة ديال الدجاج كتجي زوينة. صافي وعصات عليه الحامض وغادي نشحرو عادي بشوية ديال البصلة وشوية ديال الفلفلة. الصراحة هاد الكغطان كيجي زوين، وإلا ما كانش عندكم الدجاج ممكن ديروا الكبسة. انا درتو بالدجاج حيت هو اللي عندي. ديك السيمانه درت الكبسه، هاد السيمانه درت الدجاج. المهم ديك السيمانه راه كنت درت البرجر ديال الكبسه، وهاد السيمانه درت الدجاج. كما قلت لكم نهار الخميس انا دائما كندير شي حاجه اللي عصريه. المهم مره ندير لهم التقليديه، مره نديرهم العصري، مره كل نهار المهم كنمشي على السيستيم ديال داكشي اللي كيعجبهم وداكشي اللي كياكلوا. هنايا الفلفله، جوج فلفلات وجوج بصلات درتهم غادي نشحرهم مع المهم غنشحرهم غنزيد عليهم هاد الصدر ديال الدجاج. صافي هي الصدر ديال الدجاج طاب. كما قلت لكم يعني ضروري كتعرفي اشنو كتاكلي، التغذيه كتكون كتكون متوازنه. ها هو الدنجال طاب كيفاش كيجي ملي طاب كيجي مقرمل وزوين. صافي هنايا غادي ندير البيشاميل. صوص البيشاميل غنديرها غير بالماء، ما عنديش حليب. حنا باقيين في الاقتصاد، ضروري نقتصدوا، يعني نديروا شي حاجه اللي بنينه وزوينه الصراحه، ولكن نقتصدوا. صافي غادي ندير فيه جوج فرماجات. هنايا راه غير جوج فرماجات، ديك غير واحد ربع ديال الفرماجه بقى في هذيك الكاغيط وزدتو باش ما يطيحش. شوف البطاطا طابت والقرعه حتى هي كاع ما بقاتش كتبان القرعه، يعني ولات كلها بحال البطاطا. صافي خويت هذيك الخضره ديالي كامله، درت الدنجال لتحت ودرت هذا فوق منه، وغادي ندير فوق منه الدجاج، يعني هذيك البصله والدجاج اللي طيبنا، وغادي ندير فوق منه صوص البيشاميل وغندخلو الفران. ملي كيكون بحال دابا ملي كيكون مول الدار ما كيكونش ما كتوحليش، يعني حيت الوليدات كيبغيوها شي حاجه اللي خفيفه وشي حاجه اللي ساهله، ماشي بحال المهم بحال الرجال كيبغيو ضروري كيبغيو هما كما قلت لكم الرجال ضروري كيبغيو يغمسوا. هنايا راه الكاطان ديالي خرجته من الفران، درت ليه شويه ديال الفرماج من الفوق، داك الفرماج ديال الساندويتش. وهذيك البلاصه اللي ما فيهاش الفرماج عندي بنتي ما كتاكلش الفرماج، ديك البلاصه خليتها ليها. عرفتي هاد الكاطان جا صراحه كيحمق. كنصحكم تجربوه، والله الا عرفتي بنين بنين بنين. ما كرهناش نديرو عاوتاني. صافي هنايا نهار الجمعة غادي ندير سكسو بالتفاية. عندي دجاج وعندي الحمص والقرعة القرعة خيزو ومطيشة والبصلة. هاد البصلات هاد جوج البصلات هما غنديرهم مع في البرمة، والبصلة الاخرى غنديرها تعسل. والزبيب اللي غادي ندير. المهم اليوم غادي ندير ديك النهار درتها بلا الحمص يعني بلا تفاية، اليوم غادي نديرها بالتفاية مع كاين الدجاج، يعني ما غاديش ندير اللحم، غندير الدجاج. داكشي علاش غندير البصله. شوفي بنتي فين جالسه، شوفي مخبيه لتحت البوطاجي. كما قلت لكم انا ما يعجبنيش السكسو ديال الدجاج الا ما فيهش التفايه هي اللي كتبنو. صافي درت اللحم عادي. هنايا درت الخضره، درت الحمص وخيزو سديت عليهم، والبرمه درت فيها اللحم ومطيشه وبصله باش تشحر. وهنا غادي نزيد القرعه، جبت نص كيلو ديال القرعه. هذه الخضره حيدتها من هنا ودرت فيها البصله، يعني نفس الكوكوط اللي حيدت فيها الخضره درت فيها البصله، وما كندير لها لا ما لا والو. غادي ندير غير البصله والزبيب ونسد عليها. صافي هنايا غندير السكسو. انا كندير السكسو ما كنديرش السميت، المهم غندير ليه الماء الكافي اللي غادي نديرو به. شوفوا البصله ملي كنحل عليها كيفاش كتكون، راه كما قلت لكم ما كنزيدش عليها الماء، غير حيت الحمص وخيزو اللي كانوا هنايا. صافي درت فيها البلاصه، درت فيها البصله والزبيب، سديت عليهم، غنزيد عليها القرفه
وغنزيد عليها 3 المعالق ديال السكر، يعني غادي نعسلها. وصافي، هذا هو الغدا ديالنا ديال نهار الجمعة. كنتمنى يعجبكم الفيديو ويعجبكم الأسبوع ديالي. كنقول لكم شكرًا بزاف على المتابعة ديالكم. شوفوا السكسو شحال زوين تبارك الله. السكسو هو الوحيد ما كيطلعش في الراس سبحان الله العظيم، كاع الماكلات كيطلعوا لي. المهم أنا شاركت معكم الجدول ديالي ديال الأسبوع، ماشي ما كتعرفوش، أنا غير بغيت نوريكم الطريقة باش كنمشي. ونهار السبت كانوا البنات دايرين الساندويتش، المهم ما شاركتوش معكم، ما كنتش صراحة مسالية مع كانت ذكرى مولد النبوي، صافي كان عندي الكوموند، يعني غير البنات اللي داروا الساندويتش وتغدينا به. كنقول لكم شكرا بزاف على المتابعة ديالكم، وشكرا على التعاليق، وما تنساونيش من لايك ولا جيم. الله يجازيكم بخير فضلا وليس أمرا. المهم أنا عطيتكم الأفكار وصافي.